الزمالك هيتقدم الى نص ملعب النادي الاهلي، ولكن حتى الان بيعيبوا الكثافه الهجوميه. ادي كوره مقطوعه من توفيق مليك ايفونا، 1 ضد 3، هيعمل ايه؟ بيناور وبيعدي ووصل لمكان خطير. يا ولد، جول 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 جول! عملها ايفونا، عملها المطرقه الجابونيه والراسه الافريقيه بالمهاره الفرديه، يفض الاشتباك من نص الملعب، ينطلق ويعلي الهمات ويعلي الصيحات وينتزع الاشاده. بص شوف ايفونا بيعمل ايه، بص شوف يا ولد يا ولد يا ولد، كوره ولا في الاحلام، كوره ولا في الاحلام. بص شوف من ايه، من 55 متر يمشي ويعدي ويعدي ويفوت ويمشي ويفوت ويناور ويعدي ويوصل لمكان خطير، وببطن القدم اليسرى بيركن على شمال احمد الشناوي ويقول للشناوي انا هنا، ويضع الهدف الاول مشاهدينا الكرام، ويتقدم المارد الاحمر بهدف مقابل لا شيء. هدف في الدقيقه 55 من المطرقه الجابونيه مليك ايفونا. يوسف وبيلعب كوره، ودي مره تانيه كينج كونج بيظهر وبيتألق، ودي الهجمه المرتده 3-على-1 او 3-على-2. رمضان بيكسب مساحه وفي مكان خطير وبيجري الغزال، وادي جول 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 جول! الغزال بيطلق رصاصه الرحمه على الفارس الابيض في الدقيقه 88 ويضع الهدف الثاني، هدف النهايه لاجمل روايه للفارس الاحمر في قمه 111 من هجمه مرتده 3-على-1 على طول. رمضان صبحي ينتظر الاوفرلاب علشان يعمل اجمل روايه واجمل تمريره واجمل حكايه، والغزال دي ما تضيعش، على طول بالقدم اليمنى يضع تاني الاهداف للغزال وتاني اهداف القمه 111 علشان يزيد تقدمه المارد الاحمر مشاهدينا، وتصبح النتيجه 2 النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك. 2 لا شيء، ونفس المكان اللي فات ونفس الماضي ونفس الذكريات وما أشبه الليلة بامبارحة.